قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة يلقيها على مسامعنا الشيخ الفاضل الشيخ محمد البدري، فلنستقبله محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. النور والإيمان بقلب من صلى على محمد وآل محمد. الثانية يرحمكم الله. لتعجيل صاحب العصر والزمان. الثالثة بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الأخيار الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرفع أسمى آيات الحزن والتعزية إلى صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين العظام، وإلى محبي وشيعة الإمام علي عليه السلام في هذه الذكرى الأليمة التي أدمت قلوب المؤمنين، ألا وهي جرح المولى أمير المؤمنين عليه السلام في شهر الطاعة وشهر الضيافة، شهر رمضان الكريم الذي وقع فيه سيد وقائد من قادات الإسلام، ألا وهو المولى أمير المؤمنين عليه السلام. أحبائي، أحببت أن أتكلم بإيجاز عن بعض أدوار المولى أمير المؤمنين، وعن جانب جدا مهم في حياة المولى أمير المؤمنين، ألا وهو مواقف رسالية وعلوية. تلخصت مواقف الإمام علي عليه السلام، هذا الإمام العظيم، في 25 عاما من المحنة، وهو يتجرع ألم الصبر والأمر من العلقم على حد اعتباره أو على حد تعبيره، وذلك من أجل الحفاظ على الأمة الإسلامية والحفاظ على وحدة المسلمين والحفاظ على بيضة الإسلام والحفاظ على ذلك الدين النبوي الفتي الذي سلطت عليه أيادي ليست بأمينة، أيادي مغتصبة للخلافة، أيادي خالفت النص الشرعي وخالفت وصية الرسول صلى الله عليه وآله. ذلك الإمام العظيم تجرع هذه 25 عاما من الصبر والمحنة. أحبائي، ما العبرة في ذلك؟ آل البيت عليهم السلام في حركاتهم وساكناتهم شنو؟ عبر للمؤمنين ودروس لمن أحبائي؟ للمحبين. إذا نلاحظ، وهذه ليست مبالغة إطلاقا، ليست مبالغة، وإنما حقيقة قد تقال، وهذه الحقيقة شهد بها البعيد والقريب. شيعة المولى أمير المؤمنين، وهذا المذهب الجعفري بالحد وبالأخص، مذهب بين الوجه الحقيقي للرؤية الإسلامية إلى باقي الديانات. أحسن الله عليكم. لذلك إذا تريد تنظر للغرب وتنظر إلى الدول المعادية للإسلام والدول اللي أرادت أن تحارب الإسلام وأن تخرق الإسلام في الزيف وتضليل الحقيقة،
وجدوا أمامهم صدا منيع، هذا السد المنيع ألا وهو مذهب المولى أمير المؤمنين. هذا المذهب أحبائي وهذا المنهاج الإسلامي المتكامل، هذا هو رسالة الرسول الأكرم اللي خلف فيها الإمام علي عليه السلام. خلينا نبقى في الجانب اللي خاص بالإمام علي، وإن شاء الله احنا ناخذ هذه العبر من هذه حياة الأئمة عليهم السلام. أحبائي، هاي 25 عام الإمام علي عليه السلام كلكم تعلمون شنو المحنة اللي شافها. أولا غصب الخلافة، وهذا يعني مو فقط هو احنا ذا نريد ننظر له فد قانون أو دولة وضعية، لا، هاي دولة إلهية تشريعية وفيها وصية، والإمام شنو؟ صبر ومد يد العون لهذه الدولة الغاصبة، وهذه الغاصبة لمن؟ للخلافة الحق، الخلافة الشرعية، مد يد العون من أجل الإسلام. تعرض إلى هجوم على داره والاعتداء على بيته ولم يصل سيف. لماذا؟ خب هذه بحد ذاتها يا أحبائي شنو؟ هذه تجرع، وحسب ما ورد في رواياته جرع العلقم، حتى في استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام قصة ورواية كلكم تعلمون بذلك، أن الإمام علي عليه السلام في تغسيل فاطمة اعتزل التغسيل وذهب إلى زاوية من زوايا الدار، فأسماء ظنت أن الإمام علي عليه السلام قد انشغل في تجهيز السيدة فاطمة عليها السلام، فذهبت فوجدت الإمام علي عليه السلام يبكي في زوايا الدار، فقالت يعني هذه الكلمة: أتوصونا بالصبر وتجزعون؟ قال: يا أسماء، إن الصبر على المصيبة لجميل، وأن الصبر على فاطمة ليس بجميل. شوف كل هذه الألم وهذا اللي حدث في هذه 25 عام، المولى أمير المؤمنين عليه السلام جبل شامخ ولم يتضعضع، وبقي صامدا من أجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية أولا، وإيصال الرسالة الحق إلى هذه العصور المتوالية، ومن ضمن هذه العصور أحبائي هذا عصرنا اللي حالي. أنتم لولا المولى أمير المؤمنين وهذا الصبر وهذا المنهاج وهذه الحب والولاء تحضرون هيك مآتم. أحبائي أن لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، خلينا نأخذ هذه الجوانب بإيجاز. أحبائي، إذا أريد ننظر، الإمام علي عليه السلام انطانا دروس من خلال هذه 25 عام. أولا علمنا شلون نصبر، هاي أول نقطة، لأن أعظم محن مرت عليه يعني فلذة كبده السيدة زهراء عليها السلام، وفقد الرسول أيضا، وصبر، والغصب للخلافة، وهلم جرة من الغدر والخيانة اللي تعرض إليها الإمام علي عليه السلام. ولكن بقي الإمام علي عليه السلام صابرا محتسبا راضيا بذلك. لماذا؟ طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر اللي الإمام عليه السلام أراد أن يوصله إلينا هو عدم اتخاذ الغضب وسيلة لحل المشاكل، وهاي نقطة جدا مهمة. عدم اتخاذ الغضب وسيلة لحل المشاكل.
مثلا هسه احنا خب عندنا خير دليل دخول الدار وقتل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في الدار، كل هذا شنو؟ والإمام لم يتخذ الغضب شنو؟ وسيلة لحل المشاكل. المفروض احنا منا كأتباع هذا درس نخليه منهاج معنا، يعني شلون كأنما أنت شايل وياك مفكرة ويومية تطلع عليه هذه. أي احنا دائما نتعرض بحياتنا اليومية، نتعرض لإنسان مزعج، إنسان يؤذيك في مالك، يؤذيك في حياتك الشخصية. نحن أتباع المولى أمير المؤمنين البعض، عذرا لهذه الكلمة، البعض يتخذ شنو؟ الغضب وسيلة، وهذا مخالف للنمط والدستور العام. الأمر الثاني أو الثالث عفوا، الهدوء والتريث والسكينة في التعامل مع الآخرين. لأن دائما أحبائي أنت سواء فرضا إجاك شخص أراد أن يطرح عليك شبهات أو يشكك في دينك، أو مو فقط يشكك في دينك، مرات يطعن في ذاتك، شنو التعامل اللي راح يكون وياه؟ راح يكون التعامل معه تعامل بريث وهدوء حتى تنقل الواقع العام هذا الشخص. إذا البعض، يعني أنا دائما أذكر هذه القضية، وأنا يعني الأرجو يكون من كل شيعي يقرأ كتاب مذكرات مستر هنفر، هذا الجاسوس البريطاني. شوف في دخوله للإسلام، يعني مو دخول الإسلام حبا بالإسلام، لا، وإنما دخل يريد شنو؟ يتجسس على الإسلام حتى يفند. لذلك اللي أسس لنا المذهب الوهابي اللي هو مذهب محمد بن عبد الوهاب يقول أنا من لجأت إلى النجف أريد بعد سيطرة أسست المذهب الوهابي وخليت محمد بن عبد الوهاب صار أداة بيدي. يقول توجهت إلى النجف الأشرف، يقول توجهي للنجف الأشرف، يقول الطفل الصغير ما قدرت أخترقه، الطفل هذا الصغير، يقول ما قدرت أشكك بعقيدته، ما قدرت أوصل. أنا استقليت علماء من الجانب الآخر وأسست مذهب. أحبائي ترى محمد بن عبد الوهاب طالب حوزة، محمد بن عبد الوهاب يقول الثغرة اللي لقيتها بمحمد بن عبد الوهاب هو لم يؤمن بالخلفاء الأربعة. هذا هو كلامه، ضمنهم بعد أمير المؤمنين عليه السلام. يقول دخلت وأسس مذهب وهابي، ولا زال أسس المذهب الوهابي شنو؟ يعني نقل صورة سوداء عن الإسلام، وهو يدافع بأيادي صهيونية، أيادي مجوسية، أيادي الغرب لنخر الإسلام. يقول وتوجهت إلى النجف الأشرف، الطفل الصغير ما أقدر أخترق عقيدته. هذه نعمة لو مو نعمة؟ المفروض هاي النعمة أخوان نتمسك بيها. مو البعض مرات نشوف مرات في التواصل الاجتماعي، أنا أشوف والله بعض الشباب اللي هم يدعون أصحاب مجالس يدعون يعني كلام جدا مو لطيف، تمسك بعقيدته متزلزلة، يعني حتى يشكك بمذهبه وهو والله خال الوفاق. أنتقل إلى الجانب الآخر لكي لا أطيل أكثر من ذلك. إخوان الجانب الآخر هو الجانب العبادي. الجانب العبادي في رؤية أمير المؤمنين عليه السلام، في الامتداد الرسالة المباركة، رسالة النبي الخاتم. هو المولى أمير المؤمنين عليه السلام شهادته شلون صارت، شلون استشهد، كلكم تعلمون. الإمام علي عليه السلام شلون صارت شهادته، وإحنا جايين نعيش الذكرى هذه الأيام. الإمام علي عليه السلام في صلاته صارت أحبائي، يعني في أكمل الأمور الموصلة لله سبحانه وتعالى. هو شهر فضيل، ليلة جمعة، وفي صلاته صلاة الصبح اللي بعض من الشباب اللي هم يعلنون ولاءهم ويصرحون بالولاء لآل البيت عليهم السلام ويدعون أنهم أتباع المولى أمير المؤمنين
صلاة الصبح لا يصليها، وإذا كانت لربما صلاة كلها أو فقط في شهر رمضان. البعض يسألون مسائل شرعية، شيخنا احنا نصوم ونصلي في شهر رمضان، ولكن من ينتهي شهر رمضان هذا كأنما كل راس أنا قفلته وانتهى كل شيء. الصلاة عمود الدين، الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن رد ما سواها. البعض يقول لا شيخنا هو الدين معاملة، أنا أمشي معاملتي مع الآخرين وتعامل الجيد ما يحتاج أصلي، هي أفعال هذا شيء معاملة. أخواني إحنا فاهمين المعاملة مو بهذه الطريقة. أسأل الله العلي القدير التوفيق لنا ولكم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الأخيار الميامين.